اذا هلا انا قلت لك خدني هيك سفرني على اماكن معينه بسوريا وقلت لك مثلا تعب المشوار، قد ايه رح تطلع حلوه هي بصوتك طبعا هلا؟ طبعا طبعا. نبلش نسمعه انا ونرتاح بدردشه. حابه نسمع. طبعا نسمع. يلا. تعب المشوار تعب المشوار. يلا. على وين الدرب مودينا، أو على أي شط مرسينا، على وين الدرب مودينا، أو على أي شط مرسينا. يا بحر اتركنا عالمينا، خلينا صغار خلينا صغار خلينا صغار. أتعب المشوار من خطواتي وخطواتك، تعب المشوار ونسينا الدار، والزوار نسيناهن جني يا دار. على وين الدرب مودينا، على أي شط مرسينا، على وين الدرب مودينا، على أي شط مرسينا. يا بحر اتركنا عالمينا، خلينا صغار خلينا صغار خلينا صغار. الله الله الله. اخ يا باي. الله يحميك. الله يحميك. الله يحميك. الله يحميك على الصوت الحلو. الله يسلمك. يعني قادر اليوم الصوت يفرح ويزعل طبعا، ويطلعنا لسابع سما، ويمكن ينزلنا فعلا لسابع أرض. لا ان شاء الله نضلنا فوق. بتحس انه انت بتقدر توصل احساسك باغانيك وبصوتك، وبتشوف هذا الشيء بشكل مباشر من الجمهور؟ طبعا شيء اكيد. لما الناس عم تغني لها فرح وحزن وعم تزقف لك وعم تهيس وعم ترقص، هذا الشيء اكيد بيبسط الفنان انه عم بوصل الفكره. صح. انت ما بس بتغني لغيرك، يعني ما بتغني بس التراث الشعبي، انت عندك اغاني خاصه احمد. طبعا شيء أكيد. خبرنا عن اغانيك اكثر. عندي اكثر من 15 اغنيه انا عملت اغاني، وهلا في بعدنا عم نحضر شيء جديد يعني. تمام، حنحكي عن شيء جديد بختام لقائنا مع حضرتك. تمام. بس اغانيك اخذت حقها، انتشرت، انسمعت، وصلت، ما وصلت، خبرنا انت شو رايك؟ هلا الاغاني اللي انا عملتها يعني ما اخذت حقها مثل ما انا بدي يعني. ترويجيا يمكن انسمعت وطلعت المشاهدات، يعني في اغاني عندي عملت فوق 2 و3 مليون. أوكي. بس ما ضربت مثل ما انا بدي، لاني ما في شركه انتاج تدعمني، بيضل شركه الانتاج غير. صح. يعني انسمعت الاغاني وانحفظت، ولهلا بينطلبوا الاغاني اللي انا بغنيها، بس ما ضربت مثل ما انا بدي. تمام. ما عملت ترند اللي انا شو بدي. اهم اغنيه بتحسها انه وصلت احمد للناس؟ ضاع العمر وانتهينا، هي هوية احمد العراب. عملت اغنيه، عملت قبلها كثير وعملت بعدها، بس هي الاغنيه انا عملتها من 7 سنوات، بال 2017 او 2018. عملت اغنيه كثير الناس حبتها، لحد اليوم تنطلب اكثر اغنيه. قلت لك عملت قبلها وعملت بعدها، بس هي الاغنيه بالذات لها هي احمد العراب، هي هويه احمد العراب. يلي بيتقن اللون الشعبي، خليني اقول، هل يظلم فنيا واعلاميا؟ ما بيظلم. تعرفي ليش؟
لو انه اللي بينظلم اللي بيغني شعبي ما كنت انا موجود. يعني بياخد ما حقه. كنت انا موجود معك كل يوم هون. اذا هو بياخد حقه. شيء اكيد. طب اذا ليش كان انسان عم بيغني الكلام صح واللحن والتوزيع بياخد حقه. ليش بيقولوا لك زملائك اللي بيغنوا شعبي نحن مظلومين، نحن ما حدا بيضوي علينا؟ ما بيعرفوا يمكن يشتغلوا، ما بيعرفوا يختاروا يعني انت كلام عرفت كيف صح. تشتغل. الحمد لله دائما برافو. بنختار الكلام واللحن والتوزيع يعني من طب شو الشيء اللي حسيته هيك عمل لك نقله؟ اغنيه مشروع كنا عم عمل لك نحكي نقلة. هلا لضاع العمر وانتهينا. ما فيك تسمعنا من هالشيء؟ انا بضل حنسمع. بطلب منه اسمع لاني حبيت صوتك. اسم الله عليك. طيب شو رايكم نعمل موال قبل اغنيه ضاع العمر؟ كمان انا عملته هذا الموال عن الوفاء، بيحكي عن الوفاء. طبعا الناس اللي موفت في حياتنا نعمل موال عن الوفاء. لا والله ونعمل بدي أغنية صوروا ضاع هذا العمر. الموال، بدي اهدي أيوة لك كثير والله. عالم. هذا يلا. بدنا نهدي لك كل واحد موفى بحياته. يلا نسمع. ناخذ كورتسي وبعدها بنقول ضاع العمر.